أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مصر البلد الفضائية في برنامجكم رجل مهم. طبعا برنامج رجل مهم بيستعرض في كل حلقة بطل من أبطال القوات المسلحة أو رجل من رجال المخابرات الذين قدموا الكثير والكثير لهذا البلد الذي لا يجف فيه نهر الأبطال أو ينضب. في الواقع ان احنا من الحلقة اللي فاتت ابتدأنا نستعرض بعض الامور اللي بتواجه المواطنين كالمشكلات الموجودة على ارض الواقع، وحذرنا ان برنامج رجل مهم هيفاجئ المسؤولين وهيفاجئ الموظفين في كافة الدواوين الحكومية كي يكون اسما على مسمى رجلا مهم. رجل مهم هيساعد في حل مشكلات المواطنين في كافة المجالات، جنبا إلى جنب استعراض تاريخ هذا الوطن من خلال رجاله الأبطال. في رسالة مهمة قوي أنا كنت عايز يعني إن أنا يعني أقولها لسيادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. سيادة اللواء، أنت رجل كفء، قدت البلاد في مرحلة حالكة، فضيت اعتصام رابعة، تصديت لأمور كتير وإحنا مدين لك فرصتك، لكن إحنا نريد مزيدا من الحزم. مش عايزين نسمع وكل شويه نشوف الراجل اللي بيطلع لنا كل شويه في تسجيل ليه وقت رابعه بيقول لك في ريموت مفجر، في مش عارف ايه، في ايه. لازم نتصدى بقوه وحسم. مباحث امن الدوله او رجال الامن الوطني قادرين على ردع هؤلاء. مش معقوله يعني يبقوا يعني هقول ايه، ده بتاع الفراخ بيبقى عنده شويه كتاكيت بيجروا منه في حته بيعرف يلمهم. احنا محتاجين الامان، محتاجين نعيش في سلام. عم سامي سواق الاتوبيس بتاع طابة، ايه ذنبه؟ الراجل اتفرتك، ما فضلش منه اي حاجة نتيجة هذا الانفجار. السائحين، مصر قوية وقوتها تتجلى في امنها. بالنسبة للسيد رئيس الوزراء، احنا عايزين اداء قوي، يا اما تحمل عصاك وترحل بجد. يعني سد النهضه ومفيش حاجه تمت فيه لحد الان، ومباحثات، يا فرحتي انا ما طلعتش، لا اصل انا مش رايح احضر المؤتمر. في ايه يا عم؟ في ايه؟ ده الرئيس الاسبق حسني مبارك لما بيتكلم على موضوع سد النهضه قال، واتقالت في المحاكمه بتاعته، قال لك لو اتحط الطوبه يبقى اخر يوم في عمري. دول بنوا وانت ساكت ليه؟ انا بستعرض الامور بسرعه جدا علشان انا عندي الحلقه دسمه وعايز ادي لضيفي المساحه الكافيه. بالنسبه للشيخه موزه ولا الشيخه برتقانه بتاعت قطر، انتوا كل تاريخكم سطرين وعلامه استفهام. اعرفوا حجمكم كويس قوي، وعودوا الى جامعه الدول العربيه، ارجعوا الى عروبتكم. اسرائيل مش هتديكوا حاجه ولا امريكا. انتم دوله عربيه، الشعب القطري شعب عربي شقيق، لابد ان يعود الى جامعه الدول العربيه. الحلقة اللي فاتت أنا كنت اتكلمت على بعض المشكلات اللي موجودة في منطقة عين السيرة، خاصة عند بلوك 15 مدخل 3. وفي استجابة سريعة اللواء أحمد عبد ربه رئيس حي مصر القديمة تفضل مشكورا. في تاني يوم الصبح لقينا عربية محملة بأعمدة الإنارة ونورت الشوارع المطفية في بلوك 15 مدخل 3. أنا بشكر جدا سيادة اللواء أحمد عبد ربه، وهو ليس بغريب على رجال القوات المسلحة عندما يتولون المهام والمناصب المدنية. كذلك أيضا المهندس إبراهيم عيسى التابع للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ابتدأوا بالفعل في عمليات النظافة في هذا الحي. وكذلك أيضا المهندس سعيد بطرس مسؤول الكهرباء اللي جه من الساعة 5 الفجر وأشرف على عمليات الإنارة لهذا الشارع، أنا بشكره جدا. كذلك أيضا أنا بتوجه بالشكر للدكتور محمد بلطية رئيس المركز القومي للرمد على اهتمامه. أنا رحت على فكرة المركز القومي، اتبهرت جدا، لأن هذا المكان بالفعل يضاهي مستشفيات أوروبا وأمريكا، وهو للمواطنين الغير قادرين. برنامج عاجل وبرنامج رجل مهم هيستقبل كافة استنجاداتكم وصرخاتكم، وسنتدخل لحل مشكلاتكم. وبرضو أنا بوجه الشكر للمشير عبد الفتاح السيسي على تواصله الدائم والمستمر في رفع المعاناة عن جمهور المشاهدين اللي بيلجأوا لنا سواء بالعلاج أو بتدخلات
الصراحة الأمانة العامة للقوات المسلحة لا تبخل بجهد بنعرضه في أي توقيت، خاصة إذا كانت مشكلة تخص مواطن. طبعا أنا ضيفي النهاردة المقاتل الشرس ثعلب الصحراء، صبري عطية، اللي هو الشخصية اللي اتعمل عليه فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، لكن دخل عليها بعض الحبكات الدرامية. النهاردة هيكون لنا الجزء الثاني في رجل مهم مع صبري عطية. خدنا الكاميرا بتاعتنا ونزلنا بلده علشان نشوف ثعلب الصحراء عايش في بلده ازاي، في وسط قريته، في بيته، على سجادته، على حصيرته، حياة عاشها في منتهى المأساة، وكان بطلا ولم يقول ذات يوم مصر اديتنا ايه او هناخد ايه من مصر. بس على العكس الراجل كان دايما بيقول هندي ايه لمصر، وحامد ربه وشاكر ربه. والرسالة دي بكررها وبعيدها وبزيدها للشباب، مصر محتاجة لنا. هنشوف مع بعض ثعلب الصحراء حياته عاملة ازاي، وهيحكي لنا عن بطولاته خلال المعركة، وهترجعوا لي ومعايا ضيفي وضيفكم صبري عطية. تابعوني. اليد العليا لمن يملك البحر، اليد العليا لمن يملك السلاح، اليد العليا لمن يملك السماء، اليد العليا لمن يملك المعلومات. يا أبناء المصريين، من عند حدود مصر الشرقية العدو جاي لنا عشان يتحدى حضارة الحرية ويحول حضارتكم رمال ويهد تاريخ البشرية. احنا مش رايحين نعتدي على حق غيرنا، احنا عايزين الأمان لمصرنا من حقد غيرنا. جيشنا مش جيش اعتداء، مصر جيشها يبقى امان لخيرها. سنوات كثيرة مرت على حرب أكتوبر المجيدة، وما زالت دروسها ماثلة في الأذهان، ليس فقط كشاهد على إنجاز عسكري فذ شهدت به أكاديميات العالم وغير كثيرا من الرؤى والنظريات العسكرية، بل كشاهد أيضا على قوة وصلابة الإنسان المصري الذي استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصر كاسح مدون يهز أرجاء العالم أجمع ويغير التاريخ إلى الأبد. وكما كان للقادة دور بارز في إدارة الحرب، كان للجنود أيضا دور لا يقل أهمية. وهنا في عزبة القاضي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، واحد من هؤلاء الأبطال المقاتل الشرس، بطل من فولاذ، ثعلب الصحراء، كلها ألقاب للجندي صبري عطية، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي أثبت ببطولاته أن الشخصية المصرية متفردة ومتميزة،
وعندما يكون الشخص المناسب في مكانه المناسب يبدع ثم يبهر العالم. دخلت سنة 71-3-5، دخلت بعد ما انضربت إدارة التجنيد في التل الكبير، وانضربت مدرسة بحر البقر، وماتت الأطفال. وابن عمي محمود كان من ضمن 24 واحد من كتيبة إصلاح الجيش الثاني اتمسكوا صحيين، وداسوا عليهم دبابات وقتلوهم وهم صحيين، وعملوا لهم مقبرة جماعية في سينا. يعني كان مثلا أصول البيت ياخد أسرة ما نداسش عليه بالدبابات، الأسير بيحترم في كل العالم كله، إنما إسرائيل ما احترمتش هذا الواقعة وداست عليهم بالدبابات، وكانوا هم لديهم الفخر الدراع الطويل، ودوسوا على الجنود وهم صاحيين ويضربوهم بالطيران والهليكوبتر. ويا ريت بيضربوهم ايه؟ بيضربوهم هم ماشيين على الطريق وهم راجعين، كان الطيران بيضرب عليهم. ما فيش في 67 اي قتال متلاحم مع العدو، كان بيضرب يعني يضربوا ناس وهي ماشيه ويعرضوا صورهم في التلفزيون عشان يرفعهم روح الجنود الاسرائيليين. وبالنسبه عشان جيش مصر رحت الخفض، احنا روحنا ما بتنخفضش. كنت في سلاح المشاة، شلاء مترجل، شلاء عاده مش ميكانيكي، ورحت اتدربت 6 اشهر في المعادي. فبدات عمليه الاحباط للشعب، والجيش من هنا بدا يعمل تدريبات مكثفه جدا على اساس العدو كان بتمنظر منظره جامده، كان بيجي هنا فوق مننا في الشرقيه وبالطيران ووطي ومحدش بيقول انت بتعمل ايه. الاسلحه اللي كان بتسلح بها العسكري المشاة هي السلاح الرئيسي البندقيه، والبندقيه دي بها كاس اطلاق قنابل، وبتسلح كمان بقنبله F1 واحده RG4، وثانيه واحده قنبله ميم دال 43 اللي قلت لك عليها، وبتسلح كمان بالRPG نمره 7، وبتسلح بيخش معاه مدفع مكنه. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه بالسكة شالت من ليالينا القمر. التبة المسحورة دي أنا ما رحت لهاش إلا لما اتعمل عليا تجارب جامدة جدا، لأن أنا ليا حاجة خاصة، لأن أنا داخل أخد الصقر، فداخل عايز أموت اليهود بأي ثمن وبأي شكل. فالراجل بايع نفسه فعلا الكلام ده والله ما فيه كذب. فمن المنطقة دي لما لقوني الجيش لقاني فيه المواصفات ديت، فبدأ يدربني تدريب خاص. بدأت أشد وأتحرك بالمجموعة اللي معايا، وقالوا أنت المنطقة اللي أنت هتعدي منها هتكون ما بين كفر أبو حسين وما بين الشلوفة، هتكون المواجهة دي قصاد المشتل في المنطقة ديت، هتعدي في المواجهة في البردة. فجمعنا فعلا. أول ما حصل المدفعية بتضرب والطيران داخل، واحنا داخلين أول دفعة دخلنا على في البر الثاني، واحتلينا خط بارليف ودخلنا وفتحنا الهجوم وبدأ ضرب الشغل. أحلف بدماها وبترابها، أحلف بترابها وأبوابها، أحلف بدماها وبترابها، أحلف بترابها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطبع، أحلف بالمدنى وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطبع، أحلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أنا بكره الأسرة ليه؟ لأن ابن عمي لما اتمسك أسير موت صاحي، يبقى أنا أجيب أسرة ليه؟ كل اللي ظهر قدامي كله خلص. حتى قائد محترم بيسلم نفسه بتاع الدبابة اللي أنا جايبها خلصت عليه، خلصوا. وجبت الدبابة دهيا وكان كله ميت. على صوت المعركة ديت لما دخلت بصيت لقيت لواء، قائد اللواء الخامس تقريبا كان اسمه محمد الكنزي. بعد ما المعركة وهي شغالة، والله أنا بشكر الطيران الإسرائيلي. ليه؟ لأنه عاوني في المعركة. أنا ضربت له دبابات، هو جاي يحمي الدبابات، بصيت لقيت بعون الله ضرب لهم 3. هو جاي بدل ما فكرها الدبابات دي مصرية حتى هي إسرائيلية، ضرب لهم 3 دبابات بنوع الخطأ وجريوا على جوه. علامات الحزن لا تفارق وجهه بعد أعوام طوال مرت على انتصارات أكتوبر.
ملامحه تحكي قصصا وحكايات تؤكد أن للسلام الذي نعيشه اليوم ثمنا غاليا دفعه هؤلاء المقاتلون الأفذاذ وجيلهم أجمع من حياتهم ودمائهم وكفاحهم، عندما جاءوا من كل ربوع مصر من أدناها إلى أقصاها، يجمعهم هدف واحد لم يقبلوا عنه بديلا، وهو النصر وتحرير تراب الوطن. نزل الطيار من الجو بالباراشوت، بعد الطياره ما نزلت هو نزل بعد منها. اول ما نزل جريت عليه، لقيت ايه؟ لقيت دراعه طاير ورجله طايره ومعاه طبنجتين 7 مللي، واحده يمين وواحده شمال. كل اللي انا خدته خلعت الخوذه من على دماغه ولقيته صح. عسكري من اللي معايا بتبص لقى دراعه اللي هو ناقص، يا فندم دراعه هو جاي يجري وفرحان بيقول لي دراعه. قلت دراعه اللي انت جايبه؟ ما هو مات وشبع موت ومش عايزين هنعمل بدراعه ايه؟ ارمي دراع الطيار في اي حته. فعلا رماه، بس انا ما كشيت فيه، كان العسكري كان زعلان جدا، يعني كان ازاي انا كش فيه وهو جاب لي دراع الطيار التكمله بتاعته. قلت انا مش عايزه. الطيار لقيته صاحي وزي ما يكون سرجات سكينه ما حسش بيه. وفي 8 من أكتوبر عام 73 تمكن البطل صبري عطية أحمد من إسقاط طائرتين إسرائيليتين من طراز سكاي هوك، وأسر قائد السرب ومساعده الذي ضرب مدرسة بحر البقر الابتدائية في معارك الاستنزاف. كان يوما مدرسيا عاديا في تلك القرية بمحافظة الشرقية. الأطفال موزعون في فصول المدرسة الثلاثة، وبقيتهم في الحديقة. وفي 29:20 صباح يوم الأربعاء 8 من إبريل عام 1970 أثارت أصوات طائرات الفانتوم فضول التلاميذ، وببراءة لم تتلوث خرج الأطفال الحديقة والشرفات لمتابعة ما ظنوا أنه استعراض للطائرات. أزال غبار الغدر ابتسامة الأطفال في ثوان معدودة بعد أن سوت طائرات الفانتوم الإسرائيلية مدرسة بحر البقر بالأرض الطينية التي تشبعت بدماء 30 طفلا. لم يلونوا أحلامهم البكر، ولم يفرقوا بين دوي القنابل وأصوات الألعاب النارية، وكان لسان حالهم جرس الجنة ضرب. ايه رأيك في البقع الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي؟ دي الطفلة مصرية وسمرة كانت من أشطر تلاميذي، دمها راسم زهرة، راسم راية ثورة، راسم وجه مؤامرة، راسم خلق جبابرة، راسم نار، راسم عرق الصهيونية والاستعمار، والدنيا اللي عليهم صبرة وزدة على بالي الأباليس. الدرس انتهى لموا الكراريس. انا بسأل نفسي ازاي انا جبت الطيار اللي ضرب مدرسة بحر البقر؟ والله ما كنت اعرف ان هي الطيار هو ده الا لما اتصل بيا قائد الجيش الثالث اللي هو احمد مختار، قال لي الخوذه اللي عندك دي لها تاريخ عظيم في اسرائيل، ده نسر اسرائيلي، تقوم انت ابن الشرقاء تجيب الطيار وتموت الطيار ده؟ يا ريتك تجيب لنا الخوذه دي نحطها كرمز للنسر الاسرائيلي ده، اني من ابناء الشرقيه هو اللي جاب دم الاطفال ديت، مفيش حد تاني من اي محافظه تانيه. الالقاب اللي هم سموها لي ديت المقاتل الشرس وثعلب الصحراء وبطل مصر من فولاذ وبتاع المهام الصعبه. اللي سماني المقاتل الشرس اللي هو محمد الكنزي، لما شاف الجنود الامريكان الميتين على الارض هلع، قال ده في ناس سلام. قلت لهم انا مش عايز اسلم حد لان ابن عمي مات، كان اسير ومات في 67. وكلمه المقاتل الشرس لما حصل اوقاف ضرب النار واليهود ضربوا من غرب الكنال، موتوا ليه عسكري وهو نازل يملى جيركن ميه، جبت بالصقر بتاعه 15 عسكري وعلى راسهم قائدهم وهو بيبص بالنضاره. قلت له انزل هات العسكري اللي انا عارف المجال هضرب. قلت كل اللي كانوا بيبصوا كلهم ماتوا، لان انا عملت لهم خدع. الخدعه دي لا يتوقعها، لان خط برليف ده سهل التراب زي ما انا قلت لك. فانا حطيت عليه جراكن قديمه وبتاع، وحطيت له قناصه فعلا،
ونضاره وخوذه، على اساس لما امسك النضاره وهي نايمه على الساتر ما يستشعرش. بدات ابص اشوفه هو بيضرب منين، يبقى الطلقه بتاعتي يبقى عسكري. من هنا اخر حاجه نضرب لهم القائد السريه اللي هو واقف يامن الكنال من الغرب. عندما مات قلت له انزل هات العسكري، نزل وقال لي فانت هيضربوني، قلت ما تخافش. ارفع الشك، نزل الشك، الضرب بطل، نزل جابوا العسكري من تحت. من هنا سموني ايه المقاتل الشرس. البطل المصري كان فلاحا بسيطا، ثم أصبح جنديا بالجيش الثالث، ثم أسدا لمعركة من أهم المعارك. في عام 1971 كانت بداية فترة خدمته العسكرية، وفي بداية التدريبات ظهرت أولى بطولاته حين عبر قناة السويس حاملا الأسلحة والذخيرة بدون البدلة المخصصة للإنقاذ، مما أصاب الخبراء الروس بالذهول عندما صدرت الأوامر للبطل صبري عطية ورفاقه بعبور قناة السويس يوم 6 من أكتوبر عام 73. وصلوا إلى خط بارليف وسيطروا على الجزء المخطط، وفي اليوم التالي اندفع مع مجموعته خلف خطوط القوات الإسرائيلية، وتم أسر واحدة من هذه الخطوط. كما تمكن البطل ورفاقه من صد الهجوم المضاد الذي قامت به القوات الإسرائيلية. المنطقة الغربية ديت أرضنا وعارفينها، فكنا ازاي نتعامل معاه. إنما هو جاي دخيل من الجبل للشجر، بالنسبة له هو فريسة سهلة. أنا كان نفسي ما ينسحبوش من ثغر الطفل الصغار، لأنهم هم أقلة متحملين على عربيات الشساهات، من السهل تدميرهم. ما عندوش هو مشامة رجل، هو كل اللي الطجمة على الدبابة أطجم 5 أفراد اللي حمات البكاهات. إنما الدبابات دي من السهل ضربها لأنه أقلة. فكان الله يرحمه الفريق أحمد بدوي كان عايز يصف الثغرة دي نهائي، مش كان عايز يسيبها، عشان دي جالك فرصة إنهم دخلوا الثغرة هنخلص عليهم. إحنا بالنسبة كجنود وكصف مدينه الروح المعنوية إن إحنا مصممين نخلص عليهم، عميد حياة أو موت. حصل البطل الفولاذي صبري عطية على العديد من التكريمات، فقد منحه اللواء قدري عثمان قائد الفرقة 7 في معارك أكتوبر درع الفرقة، كما منحه اللواء فاروق علم الدين قائد الجيش الثاني نوط الانضباط العسكري، وكرمه محافظ الشرقية حيث منحه درع المحافظة وشهادة تقدير في الذكرى الأولى لثورة 25 من يناير. كما تم تكريمه على المستويات المدنية والعسكرية تقديرا لمرتبته الأولى في المشاة. أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنى وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. رجل مهم. اليد العليا لمن يملك البحر، اليد العليا لمن يملك السلاح، اليد العليا لمن يملك السماء، اليد العليا لمن يملك المعلومات. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين مع البطل الذي أقسم أن لا تغيب الشمس العربية طالما قلبه ينبض فوق الدنيا، المقاتل الشرس صبري عطية. افندم أهلا بك يا عم صبري. اهلا وسهلا. حتى اللهجة الميري، يعني أنا بقول له المقاتل الشرس صبري عطية قال لي أفندم. حياتك كلها ميري يا عم صبري. طبعا. طبعا انا لان طلعت من حياه مدنيه لحياه عسكريه لازم يبقى راجل عسكري. عم صبري احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات كتير، ويمكن الفيلم في الاول انا احب اشكرك على استضافتك لينا في البلد. الله يخليك. وقمت معانا بالواجب وشفنا حب الناس ليك قد ايه في بلدك. متشكرين. في الشرقيه. عم صبري انت اللي فكيت القنبله العنقوديه. لانه هم كانت عمليه رعب. القنبله العنقوديه لقيتها حاجه سهله جدا وبسيطه جدا. هي كل اللي فيها ان الطيران لما فشل عمل بالقنابل العنقوديه ديت. انا معايا صندوق قنابل اهو. خلينا بس قبل الصندوق كلمني على القنبله العنقوديه اللي كانت رعبه العالم وقتها. انت مسكتها وفكيتها ازاي؟
دي كانت هي اصل القنبله العنقوديه دي هي عباره عن زي علبه الورنيش، تبقى كبز زي علبه الورنيش. فانا فكيتها عشان اشوف الخطوره بتاعتها دي فين. ما خفتش؟ لا ما خفتش، لان انا اصلا داخل عايز اموت باي ثمن وباي طريقه. مش العمليه مش سهله بالنسبه لي، المده حاجه اخر حاجه بفكر فيها. فانا بصيت لقيت الاختلاف بتاعها ايه، لان واخد فرقه الغام ومهندسين وحاجات كتيره، فانا عايز اصمم لان القنبله دي موتت منها عساكر كتيره، واليهود بيرموها بالطيران على دباباته وعلى دباباتنا. ثواني، دي رساله للي بيرموا العمليات الخايبه المولوتوف والتي ان تي. الجندي المصري والمقاتل المصري قد قلبه من فولاذ، مش شويه جاز وشويه بتاع هتحدفوهم عليهم هيخوفوهم. كمل يا عم صبري. فاعمل ايه، القنبله دي موتت منا ابطال. وبعدين لقيت الطيران الامريكي مش الاسرائيلي، لاني بعد الثغره فعايز يامن قواته في الغرب. فعمل ايه، بدا يرمي قنابل على الدبابات الاسرائيليه والمصريه في الشرق وفي الغرب. ليه على اساس القنبله دي بيها 3 مفجرات او 4 مفجرات. جسم القنبله من الخارجي صاج، وبيه 3 زعانف او 6 زعانف. الاقماع الطيران الامريكاني لما كان اجى من الثغره وبدا على ارتفاع عالي يرميها على دباباته ويرميها على دباباتنا، ليه فايدتها ايه؟ لما انت القنبله دي لو نزلت على الزعنفه، لما بتنطلع القمع بينفرد من الطياره من الجو، فبتنفرد فيها ياي مطاط من الداخل بينطرها، فالقنبله نفسها لها زعانف بتلف محوريه تترمي على قريه، على مركز لواء متقدم، على مركز رئيسي، فديت انتشارها في الجو سريع. لو نزلت على زعنفها من ال6 زعانف او ال5 زعانف ما بتنفجرش. اذا نزلت على الحته المسطحه اللي بها الكبسونه فالصاج بتطبق، فالكبسونه بتعمل عمليه احتكاك فبتنفجر القنبله. القنبله دي كالاتي، فيها من الداخل في نوع في مسامير وفي نوع في بلي. ايه فايده البلي؟ الدكتور بدل ما يعمل عمليه ولا 2، لا البليه تهرب في جسم العسكري ده تروح يمين وشمال، والمسمار وهو داخل جسم العسكري بياخد هواء من الصعب تطليعه. انا اعمل ايه عشان اشوف ايه القنبله ديت؟ رحت ماسك السنكي وجيت على الحز الوسطاني ورحت ضربه وفتحته، اتفتحت معايا وموجوده القنبله. خدها مين؟ اللي هو احمد مختار، وحطها في متحف الجيش الثالث. ليه؟ لانها موتت من عساكر. انا قلت من السهل تامينها. عملت ايه بالتامين بتاعها؟ هي مش مخيفه ولا مرعبه زي ما هم بيقولوا، ولو ضربونا بنبال مش ارهاب، احنا عايزين نموت بس ما حدش ياخد مننا سينا ولا مصر. المهم عمل ايه؟ رحت انا بقيت الم القنابل دي. ليه؟ لان مهمه القنابل دي ايه؟ لو داست عليها دبابه مصريه ولا اسرائيليه انفجارها ما بأثرش في الدبابه. دي مهمه القنبله، انها لو داس عليها عسكري بتنفجر، داست عليها عربيه كاوتش بتفرجع على الكاوتش، يعني مهمتها خطورتها بالدبابات. طيب لا ده بالنسبه للقنبله ان انت ما خفتش من فك لا ما خفتش منها. تمام. وكنت بايع حياتك للوطن، لله وللوطن. طيب في حاجه كانت عرفتها، ان اثناء ايقاف ضرب النار ايه اللي حصل؟ وقف ضرب النار لما امريكا جريت. انت ليه عصبي يا عم صبري؟ يعني ندي كده انت بتعيشني في جو من المعركه. يعني انا عايزك بالراحه كده علشان المشاهد يستوعب قوه الحدث. اتفضل يا فندم. حاضر ماشي. ايقاف ضرب النار. وقف ضرب النار لما رئيس امريكا ولجأ اسرائيل، لان دي مش اسرائيل، ديت حته من امريكا وشوكه في ظهر العرب. وعشان كده انا بشكر السعوديه وبشكر الامارات اللي الملك فيصل الله يرحمه عاوننا في 73 وغيره وغيره. انما احنا بنضرب بالسلاح اللي جاي من تحت الترابيزه، ده حرام. انا كنت بدور على صواريخ مانيش لاقيه. العساكر اللي كانت في جايه دفعات رديف من قله السلاح وديناهم مؤخرات، انما النهارده دخل صواريخ. يا ريت حرام عليكم، ده هم صاروخين جابوا طيارتين، والطيار الواد اللي فلت الثاني بتاع الطيار الهليكوبتر جاي ينقذ الطيار بتاع اللي هو قائد السرب. ضربت العسكري السيد احمد عشان طلقه الار بي جي هيفت منه. المهم لما حصل اوقاف ضرب النار وحصلت فعلا اوقاف ضرب النار، فاسرائيل فاكره ان امريكا هتحميها. عملت غلطتين. اقول لكم ايه هم الغلطتين؟ الغلطه الاولى راحت ضرب عسكري. احنا في اوقاف ضرب النار احنا بنحترم اوقاف ضرب النار،
انما احنا كنا ساعتها في مركز قوه. فعسكري بعد ما خلصت العمليه بتاعت الغرب اللي هي بتاعت نسر، ما الحظ حلو، اللواء بتاعي عمل المجموعه بتاعتي لما عادت غرب القناه كانت عمليه نسر، والمجموعه لما دلوقتي دخلت عند رفح بقت هي نسر اللي هو 12، وبقى بقوه فرقه رغم كان الاول مش مشاه مترجل. المهم لما حصل وكف ضرب النار واجى عسكري نازل يجيب جيركن ميه يملاه من الكنال، الواد بيفكر في ايه؟ واحد حط ايده في وسطه وضرب العسكري والعسكري مات تحت. الحاج يا فندي ايه؟ عارفين ساتر ترابي ده اللي هو خط برليف اللي هم بيحكوا له عنه اللي هو الرهيب، اولا استطلعت قدام منه وما كانش فيه اي رعب ولا اي مهمه، بناء على كده عدت الكتيبه 26 بقياده العقيده ابو هاب الحريري، خدت المهمه ونجحت في مسكنها بتاع النقطه القويه دي. المهم لما مات العسكري في اوقاف ضرب النار ساتر ترابي ده مسح. عملت ايه؟ واقف لو عسكري طلع هيقع، فعملت له ايه؟ بعد يمين النقطه تبقى المسحوره عامل على خط الكنال مزاغل. يعني ايه مزاغل؟ يعني قوام تراب. لما يجي يقف ورا التراب ده يقوم يضرب بالجنب من ناحيته، يقوم انا كان في مواجهه الدبابه ما عارفش اضربه، يقوم يجي في المزغل الثاني ويضرب شمال، يبقى ايه؟ واقف قصاد المزاغل دي. فانا لما عدينا الشرق التراب ده تراب مسح، من السهل لو انت ظهرت كده هتبقى باين وهتنضرب. احنا عارفين ان الامر كان خطير، لكن هم وقفوا ضرب النار وكانوا عاملين خيم UN كتمويه، انت اكتشفتها ازاي؟ لا ده الخيام ان دي لما عملوا اتفاقيه كامب ديفيد وتخفيف القوات، وكان اللواء كمال عامر كان قائد الشرق، فبتوع UN طبعا انا عارف ثلاث ارباعهم اسرائيليين لان الخيمه UN دي اسرائيلي. فايه يجي اللي كانت موجوده قدامك وقتها؟ لا ده ديت في الميليز لما كان ينزل بالطياره بتاعته ينزل عيد القوات، انا كان دمي بيغلي. ليه؟ بقى قائد اللواء بتاع اللواء 12 اللواء كمال عامر يطلع يقف عند الطياره وهم بيعدوا القوات. قلت طب والله لا عمل لك حركه محترمه، خلت اليوم اللي هيجي يعد فيه القوات تروح تكسر له الخيمه UN، بدل ما يقف في الشمس هتاكله. لحقوا الجاري دخلوا عند اللواء كمال عامر عشان يديهم كوبايه شاي ولا حته جاتوه، يبقى احنا نخبي قوات ما نخبيش قوات، هو ما يضحكش علينا، احنا نضحك عليه ونلطعه في الشمس، لان احنا حضاره اكتر من 7000 سنه. انا مش شرقيه من العصر الحجري، نص الانسان فيها حجري ونص عظام، يعني حضاره قديمه جدا. وهو ما يجيش اللي هو جاي شوكه في دار العرب يضحك عليا ويعمل عليها قوات طوارئ دوليه. اكتشفته. عم صبري، يعني خليني اخدك بعيد شويه عن الحياه العسكريه، انا عارف ان انت جايب للمشاهدين مفاجاه دلوقتي، بس هخليها لهم المفاجاه في الاخر يشوفوها. ماشي يا نجم. الواحد لما بيستولى على مسدس او بتاع بيقول لك ده انا عملت بطل، لما الراجل ده استولى على صندوق قنابل. هيجيب لكم الصندوق دلوقتي. المفاجاه اللي انت شفتها في الحرب، بس انا قبل ما انقل للحياه المدنيه، المفاجاه اللي انت شفتها في الحرب اللي تجلت في المقاتل المصري عند وفاته. كنا بنتكلم على العسكري اللي مات وماسك سلاحه، بتاخدوا منه السلاح، ايه اللي حصل؟ لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. العسكري ده هو كان معايا مع التشكيل بتاعي. قائد السرب اللي هو عبره لامثاله الدراع الطويل اللي انا قطعته له في 73، اللي هو طيارته في برامج حرب اكتوبر وقلته في متحف الجيش الثالث، وهو جاي معاه رشاشين في قرض. فهو جاي عشان ليه؟ الدبابه اللي احنا جايبينها ديت جايبها انا قلت لك ثاني يوم انا عارف الدبابات وشفناها في الفيلم، لكن انا بسالك دلوقتي العسكري. لا انا مش عايز التفاصيل بتاعتك، لان انت قلتها وشفناها في الفيلم والناس كلها عارفه. تمام. انما انا اللي انا عايزه دلوقتي الجندي اللي مات وكان ماسك، الجندي المصري اللي مات وكان ماسك السلاح في ايديه، والله ما هون في سلاحه وهو ميت ورغم البندقيه مكسوره وميت. يعني عندنا واحد بيموت مريح، انما ده ماسك وتجمد على البندقيه. واحد يقول لي ما هو مات ما جاله ساعتين ساب البندقيه، لا انا بقول لك لا، ده في ساعتها ما سابش البندقيه. والضابط الله يرحمه استشهد في الحرب بعد 9 ايام، اسمه سويرس، راجل استشهد وهو مسيحي، راجل استشهد. مسك العسكري عشان ياخد منه السلاح ويدي له فرد تاني، فبيشد من ادراعه السلاح ما رضيش يديهوله. وانت بتعمل ايه؟ قال مش عايز يديني السلاح وهو ميت، وهو مش عايز يعني قصدك مش عايز يسيبه، ما هونش فيه. ورغم كده قال لي، هو قلت له كده شهيد، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وبناء على كده العسكري
اتلف البطانيه واندفن بسلاحه لان سلاحه هي كفنه. فده اتفضل، عايز ايه تاني؟ هو ده المقاتل المصري. اه عم صبري، خلينا نخرج بقى من الحياة العسكرية ونتطرق إلى ما نحن فيه الآن. عاجبك اللي بيحصل دلوقتي في الشوارع؟ انتوا حاربتوا عشان دول؟ لا، ما حاربناش احنا علشان دول. ايه اللي حصل؟ احساسك دلوقتي، انا شايف ان انت متأثر وحاسس ان انت عايز تعيط كمان. يعني انت لما تروح تجيب البلد دي بالدم ويموت عالم كتير من ايام عبد الناصر لما راح في الفلوجة من اول زعيم البلد وحارب عشان فلسطين ونحرر الارض دي، وتيجي من السهل يموت منك ناس ويموت منك عساكر ما لهمش ذنب في اي ذنب، ويبقى كده قال ايه ده بطل في يسقط ايه؟ حكم العسكر. بطل في ايه ويسقط حكم العسكر ايه؟ حكم العسكر اللي بيحكي به ايه؟ هو السلاح اللي جاي للناس اللي عمال تموت في العساكر والكلام ده مين اللي دفع الفيزا بتاعته؟ عايز اعرف. ده الاول كان يجيش فقير يا راجل، كان بيجيب اعانه من كل فدان 10 جنيه عشان يبقى جيشنا قوي. مش احنا النهارده عمالين نقول عايزين راس مال الجيش قد ايه؟ انت بتشتغل حساب مين؟ انت بتشتغل حساب مين بالظبط؟ ده اللي بيسأل. اللي بيسأل ما تسألش، لان دي مؤسسه قويه وهتفضل قويه لما شاء الله. لو طلع مؤسسه الجيش واتفتشت بره غلط. ليه؟ عرفنا انما لا. ده يعني انا هقول لك على حاجه. الاسلحه اللي هي الاسرائيلي والاسلحه المصري. انت الطبع العسكري بيغلب عليك دايما. انا عايز اعرف حياتك كنت بتعيش ازاي؟ هل الجيش زمان زي الجيش دلوقتي؟ لا. ازاي؟ احكي لي، كنت بتاكلوا ايه وبتشربوا ايه وبتمشي كام كيلو عشان تجيب تسريح مقياسا بالنهارده الناس اللي بتتبطر؟ كانت عمليه صعبه. مصر كانت فقيره مش غنيه زي دلوقتي. عشان انت تبني بلدك بص للطرق اللي اتعمل فيها، بص لهدومك، بص للبسك، بص للمصانع اللي اتعمل، بص للكلام ده، بص حاجات كتيره، بص للسائل اللي كانت بتجيب ميه ويتخانقوا على الميه. انما النهارده بلدنا هتبقى حلوه والخير كتير وهتبقى احلى من الاول كتير لانه فيها شباب متنور. ما شافوش اللي انتوا شفتوه. احنا شفنا مجله. اقول لك المجله ازاي، والله ما بكذب عليكم. المجله اللي شفناها كان الجيش كان فقير، كان بتجي لنا لحمه من الصومال، لحمه صفرة. حكيتكم لكم انا في الحته الاولانيه. عشان تاكل حته لحمه بتجيب لك اسهال وهي عليها قماش، والفول بيجي مسوس ولازم بيطبخه. دلوقتي الحياه بقت عامله ازاي؟ حياه حلوه. احنا ما بنقولش ان الحياه خضراء والدنيا جميله والدنيا فل الفل، لا، بايدينا نقدر نبني. خلونا نبني. مصر النهارده فيها اكتفاء ذاتي، خضره وفاكهه. الاول ما كانش فيه، كانت علبه الصلصه جايه، انما عند الاول كنت اشرب جركن الميه، كنت اخد علاج من الجيش ايه؟ بتاعت حبات خميره بيره وميه صوديوم عشان تطهير بطني، مفيش علاج. انما طيب. النهارده عم صبري، حياتك كلها كانت حياه وطنيه حتى في وفاه زوجتك، شريكه حياتك. ده حزين عليها ليوم الدين. الوليه دي يعني سر هقوله لكم، سر حلو والله العظيم ما بكذب عليكم. انا مش كنت مأمل اتجوز ولا يبقى لي بيت ولا يبقى لي مكان. انت جبت اساسا المهر بتاعك من الجيش. كان مرتبك قد ايه وقتها؟ المرتب انا دخلت الجيش يعني مش حاجه تانية، مش هتلاقوا نوعيتها تاني بعد كده صدقوني. ال6 اشهر ولا ال7 اشهر اتحوشوا. رحت ويجي عمي كان بعيط عليها، حتى كنا لنا 3 اخوات كنا في الجيش. 2 ايجوا وابويا كان فرحان بدوكهم وانا مستني الديه بتاعتي. المهم المهر بتاع ال6 اشهر اتجوزت بيه، وكانت وليه صالحه جدا. اللي معايا بحطه له ومشيها نفسها بيه، اللي فايض منها مشيها نفسها بالعافيه، رغم يا عيني اصابها المرض. مهرها اجى من الجيش وماتت في ذكرى وفاه اللي هو استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، يوم الشهيد، يوم 9 مارس، الشهيد العالمي 9 مارس. وانا قالوا لازم تيجي تعمل التحية يوم الشهيد لمصر عسكريا ومدنيا. الكلام ده كان صحيح، وطلعت انا وابراهيم خليل وكنت طالع اقول لهم ايه هو الشهيد اللي في الجو اللي مع اللواء المنصوري، والشهيد اللي هو في البحر اللي دخل بتاع اللي هو نزل في قاع الكنال بتاع الرائد بتاع سين 17 شرطه عسكريه، استشهد من شهاده لبحر ومن شهاده لجو ومن شهاده للسيد الرئيس انور السادات في عز فرحه وفي عز عيده. هو ما طالش الشهاده
مع شهداء مصر، يقوم يجلينوا له الشهاده في وسط فرحه ويندفن مكانه في النصب الاستذكاري، ويبقى يوم كانت الشهيد. ذكرى جميلة، كانت ذكرى جميلة، لكن الحمد لله يوم رب الشهيد هو يوم 9 مارس، ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض. تمام. احكي لي على قلنا وفاة زوجتك، تمام. مأساة حياتك، السخرية اللي انت بتشوفها من الشباب للأسف في الشوارع. احكي لي الموقف. هقول لك صلى على النبي. والسلام. زمان كان الجيش فقير. سيبك من الجيش فقير. ماشي، لا ما هي دي دخله معديه. دي دخله معديه. لما البس جزمه ولها 6 مسامير وحدوه بقى وكانت الناس تضحك عليا. لما اجي انا النهارده وماشي وربنا كرم مصر وعملت مترو الانفاق وعملته فرنسا وخدوا النصيب اللي فيه ومشوا، واصبح لنا النهارده بقينا نشتغل عليه. فانا جاء راكب من المؤسسه اللي هي المؤسسه شبرا، بتاعت شبرا، ومعايا 11 جنيه، ومراتي مطلوب لها علاج على عملت لها مزرعه على حسابي، فالمزرعه طلبت لها حوالي 20 حجنه، ثمن الحجنه ثمنها 130 جنيه. سؤال بس، لان الناس هنا هتقول لك طب هي مش المفروض مراتك تتعالج على نفقه القوات المسلحه؟ لا، ما انا لما طلعت من الجيش طالع رفض طبي. كل هذه البطولات وطالع رفض طبي، وطالما طلعت رفض طبي شالوها من البطاقه العلاجيه وشالوا عيالي، يبقى اصبح انا طالع رفض طبي، يبقى اصبح المرتب المعاش المليم اللي انا باخده اعالج بيه مراتي واجوزهم عيالي منه واكل منه وامشي منه، فالولايه عيني. زعلان على كل البطولات اللي قدمتها لمصر رغم قله وضآلة هذا المعاش؟ لا، انا لو لاخر لحظه انا هقول لك على مفاجاه ثانيه الاخر. انا لو لاخر ثانيه انا هموت عشان مصر، لان الناس دي لازم تعيش، الناس دول لازم يعيشوا، لانه ما شافوش اللي احنا شفناه. هم ما شافوش الكلام ده. الدول العظمى بتحاربنا لحد النهارده وبكره، صدقني. احكي لي الواد قليل الادب اللي قابلك في المترو. قابلني في المترو، انا معايا 11 جنيه، فقالت لي ايه، روح يا اخي بقى ثمن الحجنه. طب في وزاره الصحه، يا وزاره الصحه الجيش حولنا عليك لما طلعت من الجيش، قالوا ما ينفعش تعالج مراته على نفقه الجيش، فيروح وزاره الصحه، يا وزاره الصحه مش عندك الحجن الغاليه دي؟ قال لا ما عندناش. فقلت طب والله لا طلع على الجيش على كوبري القبه واشهد حجنتين 3 من هناك. فربنا الهمني، ركبت وجيت نزلت في مترو الانفاق، كان المترو جديد عليا، خدت التذكره قطعتها وحطيتها في المترو وانا ماشي ملهوف عشان مراتي عيانه في البيت، نسيت بتاعها في المفتاح التذكره في المكنه ومشيت. جيت اطلع في رمسيس، جابني راجل كده محترم، اكيد هو مش مصري، قام بيقول لي انت عدي ايه؟ طب فين؟ انت عديت ليه؟ قلت له يا اخي ده انا نسيت التذكره هناك، ده انا بطل حرب. قال لي حرب المعيز، والله لازم تدفع الغرامه. يا عم حرام عليك، ده انا مش معايا. قال لي ابدا، والله العظيم قطعني، دفع التذكره 10 جنيه، وعشان اروح مستشفى كوبري القبه بدل ما اروح فاضل من ال 11 جنيه هو الجنيه خلص. قلت الحق مش رايحه عشان استنى القطر الحربي اروح بيه الزقازيق عشان ما اتطوقش في المواصلات، ما انا ال 10 جنيه طارت اللي هاجي بيه. دفعتها غرامه في المترو. دفعتها غرامه في المترو. طب ينفع انت يا دي المواطن بتاع المترو تقول له حرب معيز؟ الله يسامحك، ليه كده؟ ليه؟ قلت ما انت ما شفتش اللي احنا شفناه، ما شفتش النسوان الحريم اللي عينها ماتت على جنود الشهداء بحقه حقيقي في 67 وفي 73. لو شفت البطولات. انا نسيت حاجه وانا قاعد معاك، كنت اقف ولو دقيقه حدادا وادي التحيه لشهداء حروب مصر كلها، 5 حروب لما البلد دي سقطت. ويقول لك ما انت الخير كتير والحراميه كتار. البلد عايزه ثوره. احنا لو انا اقول لك لو كل هاتوا توظف هيبقى المكتب فيه 10. طب ما هي البطاله بطاله، انت هتوظفهم هيقعدوا فين؟ انما الشاطر اللي لما يجي لي واحد مستثمر اشجعه، او واحد سياح اشجعه، الفلوس دي داخله واستثماره هيشغل شركه، كل اللي هيبقى عاطلين على المكاتب هيشتغلوا. عم صبري خليني بس يعني اتوجه لجمهور المشاهدين بشيء، لرجال الاعمال اللي بتشجعوا كرة القدم. ايه يعني كرة قدم؟ ايه يعني؟ مش حاجة، دي مجرد رياضة، ونحن لا نقلل من حجم الرياضة، لكن مقارنة بتكريم هؤلاء الناس دي محتاجة لكم.
الراجل ده نفسه يطلع يحج، هو وعزة نفسه منعته، ده هو فضفض معايا بكلمتين قال لي نفسي اطلع احج. يا ترى رجال الاعمال اللي بيدفعوا الملايين للاعيبه الكوره في حد لا زال عنده حمرة الخجل لتكريم مثل هؤلاء الابطال؟ اسمح لي ان انا بتكلم، انا عارف ان انت عمال تغمز لي وتقول لي ليه بتقولي الكلام ده، معلش. ليه كده ماشي. يا ريت الكاميرا تجيب تأثر هذا الرجل وخجله على الرغم من ضيق ذات يده، لكنه يتمتع بعزة نفس عالية جدا. اسمح لي ان انا اقول الكلام ده بنبقى عنك. ليه كده بس؟ ماشي. معلش. يعني انا المجتمع المصري محتاج لتأنيب، رجل الاعمال محتاج لتأنيب. هؤلاء هم من جعلوك رجل اعمال تمتلك الملايين، هؤلاء هم الابطال. احنا ما بنعملش دعايه ولا بنعمل بروباجندا لحد، احنا بنحاول ان احنا نصلح من نفوسنا. هو قال محتاجين ثوره، ما تقلقوش الثوره الثالثه جايه وانا هتكلم عنها الحلقه الجايه، وبجهز مقابله مع المحافظ لانها ثوره البائعين الجائلين اللي موجودين في الشارع دول. ايه الاماكن البديله؟ ايه العلاج بتاعهم يا سياده المحافظ؟ عم صبري، نعم. امنيه تتمناها. ايوه. تتمنى ايه؟ الأمنية اللي أتمناها إن أروح الفريز. بيت الحرام وأقابل وأقبل الرجل ملك السعودية اللي هو عاوننا في الثورة اللي احنا عملناها. احنا طبعا بنشكره جدا، وفتح نفسه لنا. أبص على إيه؟ أقبله وأشكره وأغسل معاه الحرم الشريف اللي كانت مصر زمان بتكسي الكعبة. رسالة صريحة إلى خادم الحرمين الشريفين من المقاتل الشرس صبري عطية بطلب مقابلاتك أو نيل شرف لقائك. عم صبري، احنا هنوري للناس المفاجأة اللي انت جبتها، صندوق القنابل اللي خدناه من إسرائيل. ده صندوق قنابل جابه من أول دبابة أسرى. شوف، هو ما تشوفه منظر شنطة، هو مش إسرائيلي، هو أمريكي. إسرائيلي، الصندوق ده أمريكي. إزاي؟ هقول لك إزاي. لو أنا فتحت الصندوق كده، هو الصندوق ده كده، لو أنت تلاحظ هنا هو هتلاقي المفصلة داخلة جوه الخشب عشان يبقى خفيف. أهو ده أنا خدت صندوقين اتنين. الدبابة كان فيها كالآتي: الصندوقين من دولي أنا دي هديتي من أخدتها هدية من إسرائيل ليا للمجموعة بتاعتي. ده اللي هو جزء منهم. طبعا احنا بنشكرك. ده انا عمل بيه زلزال غرب الكنال. انا كنت عايز اكمل، انا عارف الموضوع مش هيكمل. لا احنا بندي لك الفرصه، بس انا الوقت اسف عليا. والصندوق ده فوق دماغتنا شنطه مليان، كان مليان قنابل، كانوا اتنين، كل عسكري خد حوالي 6-7 قنابل. لما خلصت منهم الذخيره في الغرب في عمليه نسر وخلص العيش الاكل اللي معاهم، ديت كانت العساكر بتخش على الدبابات الاسرائيلي بتضرب بالقنابل ديت بتموت فيهم. بناء على كده بدأ يرمي قنابل على دباباته، وعلى اساس الجنود لما تروح على دباباته تنفجر به القنابل. من هذا الموضوع. هؤلاء هم الابطال الذين وهبوا حياتهم للشعب المصري. اسمح لي ان انا اهدي لك اغنيه بسيطه على قد ايدينا، على قد ما بنقول لك احتفال الشعب المصري بيكو قد ايه. طب لحظه شويه، لحظه لو سمحت. انا عايز اللي هيمسك مصر راجل قوي. يعني ايه راجل قوي؟ على اساس وزير الحربيه هيديله التحيه، يبقى العالم كله هيديله التحيه. وفي ناس بتقول لك على سياده الفريق السيسي، المشير فريق السيسي، ما يخليه في وزاره وزير الحربيه. ما هو لو مسك رئيس الجمهوريه هيبقى القائد الاعلى للقوات المسلحه. طبعا احنا بنحيي وجهة نظرك وكلنا بنتمناها، وهنشوف الاحتفال الشعبي برجال القوات المسلحة وبمصر. ماشي، اتفضل. لمن يملك البحر، اليد العليا لمن يملك السلاح.
نبض الحرية، رجعت العزة العربية. مصر يا نبض الحرية، رجعت العزة العربية، والكل الأمة العربية، والإيد في الإيد، والإيد في الإيد. سواعد مصرية وعقول جبارة وفتية، بدين وسواعد مصرية وعقول جبارة وفتية. أكتوبر كان نصر قوية مع فجر جديد، مع فجر جديد. رجل مهم. اليد العليا لمن يملك البحر، اليد العليا لمن يملك السلاح. زغاريد زغاريد بهؤلاء الأبطال. عم صبري أنا بشكرك، وإن شاء الله يكون لنا لقاء جديد في حلقة جديدة مع رجل مهم. أعزائي المشاهدين، الحلقة الجاية هتكون حلقة من نار. معانا الشهيد الحي، المقاتل الذي قاتل بنسبة إعاقة 90%.